او عايز تعرف عربيتك بتستهلك بنزين ولا لا. اول حاجه لازم تكون ماشي على طريق سفر، ما يكونش طريق جوه المدينه ومليان مطبات وبتقف وتتحرك كل شويه. الحاجه التانية تخش على اول بنزين اول ما تمسك الطريق وتفول العربيه على اخرها. بعد كده هتصفر العداد بتاع الزيت اللي انت بتصفره مع كل غيره زيت، هتصفره بعد ما تفول العربيه وتتحرك بالعربيه على الطريق وتبدا تمشي بسرعه متوسطه من 100 ل 120. عشان اكتر من كده العربيه هتستهلك منك بنزين، طبيعي ان هي اكتر من كده تستهلك منك بنزين زياده عشان رد فعل الهواء في وش العربيه وعشان عوامل تانية كتير ما علينا منها. المهم انك انت هتتحرك لحد ما العداد يمشي معاك 100 كيلو متر. بعد ما العربيه تمشي 100 كيلو هتدور على بنزينه تانية، هتخش تفول العربيه تاني. اللي العربيه هتاخده من البنزين في التفويله التانية هو ده استهلاك العربيه لكل 100 كيلو او لكل الرقم اللي هتلاقيه موجود عندك في العداد. نفترض انك ما لقيتش بنزينه الا بعد 110 كيلو، يبقى العربيه هتاخد مثلا وليكن 9 لتر. ال 9 لتر دول هم استهلاك العربيه لكل 110 كيلو. نفترض انك مشيت 90 كيلو، يبقى العربيه هتاخده ايا كان 9 لتر 8 لتر 7 لتر 10 لتر ايا كان استهلاك العربيه او اللي انت هتفوله في التفويله الثانيه، هو ده استهلاك العربيه لكل 90 كيلو مثلا. ولا مركز في ثمن التفويله ولا ايه؟ اعمل لايك ومتابعه واحفظ الفيديو عشان